عزيزي المخدوع المتألم من جراح صحابك وحبايبك واخواتك وغدر الأحبة وغدر شريك الحياة وحاجات زي كده، لما تعرف ان انت اتخدعت، يعني بلاش تسيح وتهيص وتقول انت عملت وانت سويت وبتاع، لا، اكتمها جواك كده. يعني في خدعة وانت اتغشيت في حاجة، اكتم بقى الموضوع جواك واتفرج. ليه بقى؟ عشان فرجتك في الوقت ده هتبقى مختلفة، هتبقى بشكل جديد. طب ايه اللي هيحصل لو قلت ممكن نقعد نتكلم ونسوي ونظبط ونحايل ونعمل ويا معلم تتصالح، وبعدين بعد شويتين 3 هتلاقي خدعة جديدة وهتلاقي مقلب جديد وهتلاقي غدر جديد، وساعتها انت اللي اشتريت يا معلم. احنا هنعمل ايه؟ ما هنعمل لك ايه؟ احنا بعنا لك وانت اشتريت، هنحوشك؟ نقول لك ما تاخدش؟ لا، خد، اديك خدت اهو. تمام؟ فانت لما تعرف ان في خدعه او تكتشف كده ان انت اتلعب بيك او اتغدر بيك، اكتب، خدها جواك واكتب. ليه؟ الرؤيه خلاص هتختلف، هتتفرج بقى، مش هتعيش دور العبيط اللي انت عايشه دوت، وهتتفرج كده، هتبقى راجل بتفهم ودماغك شغاله وملاحظاتك هتكتر، وهتكتشف ان انت ما بتشوفش اصلا. فاستنى على نفسك شويه، مش لازم انا مسكتك وقفشتك. اهدي شويه كده، اكتمي جواك. وعلى راي الاستاذ محمد رضا قالها كده قبل كده في عماشه زمان في الادغال، يقول لك نوم عدوك واسمع تشاخيره لحد ما ينام وقوم اقطش له مناخيره. فهمتني؟ فقطش المناخير ده دماغ، يعني محتاج كده تبقى رستخ، تبقى هادي، تخش كده وانت مظبط، هتكتشف بلاوي. هتعرف ان انت كنت دور الله برسيمه، وان انت جردل في الشقه شغال صفيحه ميه على عربيه شوكي، ولا تعرف حاجه عن اي حاجه، ومصدق في حاجات كتيره قوي وهتاخد فيها مقلب. فايه رايك؟ جرب كده تكتم، جرب كده تعرف وتسكت في كل حاجه. جرب. صباح العسل.